السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض القواعد النحوية المفعول لأجله من كتاب سلاح التلميذ لغة عربية سنة 5 صفحة 213 ل 218. نقول بسم الله، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. اقرأ ولاحظ الكلمات الملونة. أقف لمعلمي احتراما له، أعطف على الفقير رحمة به، نذهب للمكتبة حبا للقراءة. أنا عندي احتراما ورحمة وحبا، دي اسمها ايه؟ مفعول لأجل منصوب على نصب الفتحة. هنقول له هنا الكلمات دي كلها طلعت مفعول لأجل. ليه بقى؟ هتقول المفعول لأجل بيأتي جوابا لسؤال عن سبب لماذا. يعني أنا قلت لك لماذا يقف المعلم، لماذا أقف لمعلمة، تقول له احتراما له. لماذا أعطف على الفقير رحمة به، لماذا نذهب للمكتبة حبا للقراءة. طب تعال نشوف مع بعض. هنا بيقول لك هنا ضع خط تحت المفعول لأجل كالمثال. تكرم الدولة العلماء اعترافا بجميلهم. وده وخلي بالك دايما ان بيجي بعد المفعول لأجل جر ومجرور. عندك الباء حرف جر وجميلهم اسم مجرور. أطيعوا أبي حبا له، أنا عندي حبا ده هي مفعول لأجله وجاي وراها جر ومجرورة. قم احتراما لمعلمك، احتراما دي مفعول لأجله وجاي وراها ايه؟ جر ومجرور. اللام حرف جر اهو. طيب زار السائح الأقصر إعجابا بالحضارة، أنا عندي إعجابا دهيت مفعول لأجله والباء حرف جر والحضارة اسم مجرور. عاقب القاضي المجرم تأديبا له، نفس النظام مفعول لأجله وجاي وراه جر مجرور. أفعل الخير إرضاء لله، إرضاء هنا ايه؟ مفعول لأجل منصوب على نصبه الفتحة ولله جر ومجرور. طيب بيقول لك هنا بيقول لك استخرج المفعول لأجله من الجمل. طيب رحب المحافظ بالعمال تقديرا لجهودهم، أنا عندي هنا تقديرا دي مفعول لأجله. استيقظ الصياد صباحا طلبا للرفق، طلبا وجاي ورا جر ومجرور اهي. ذاكر التلميذ واجبه حبا في التفوق، عندي حبا وجاي ورا جر ومجرور يبقى مفعول لأجله. لا أفشي سر صديقي وفاء بالعهد، وفاء مفعول لأجله. دي صفحة 213 214 يا شباب. بيقول لك هنا ايه بقى؟ أكمل الجمل الآتية بمفعول لأجل مناسب. هتقول له هنا اشتركنا في المسابقة أملا في الفوز، أملا مفعول لأجله. صلى المؤمن طلبا لرضا الله، يبقى طالما مفعول لأجله. لا آكل طعاما غير صحي تجنبا للمرض، تجنبا هنا مفعول لإيه؟ مفعول لأجله. طيب هنا بيقول لك يا بطل لاحظ الموقع الإعرابي للكلمات الملونة ووصل. بيقول لك أحب الانتماء، أحب أنا، أحب فعل مضارع والفعل ده من مستتر تقديره أنا. أحب أنا الانتماء دي مفعول به يا شباب. طيب أدافع عن وطني انتماء له، انتماء دي مفعول لأجله. وقفت للمعلم احتراما له، برضه احتراما مفعول لأجله. أظهرت الطالبة احتراما للمعلم، يبقى احتراما مفعول به. هنا بيقول لك ايه؟ اختر بقى الجمله اللي بتشتمل على ما هو مطلوب. انا عايزه جمله فيها مفعول به، تقول له حاورت صديقا لاقنعه. حاورت انا صديقا مفعول لاجله اهي، مفعول به اقصد يا شباب. مفعول به ومفعول لاجله. اذاكر انا الدروس مفعولا به اهي، وتحصيلا دي مفعول لاجله. طيب مفعول لاجله هتقول له اذاكر رغبه في النجاح، رغبه هنا مفعول ايه؟ لاجله. استخرج الاسم المنصوب في كل جمله وبين سبب نصبه. جرى اللص خوفا من الشرطي، خوفا مفعول لأجله. يحب الله الصالحين من الناس، هتقول له الصالحين هنا مفعول به. أدار الحكم المباراة بكل أمانة، أنا عندي هنا المباراة مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. ودي صفحة 214. ننتقل بقى يا بطل لصفحة 215. وقف الفيديو نقل إجابتك على أقل من مهلة خالص وكمل معايا. طيب أنا عندي صفحة 215. بيقول لك أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. كفاءة المديرة هتقول له المتفوقات، أنا حطيت هنا مفعول به منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. أذاكر دروسي رغبة في النجاح، أنا هنا حطيت إيه؟ حطيت مفعول لأجله. رأى المعلم التلميذين في أول الفصل، أنا عندي التلميذين هنا هتقول له مفعول به إيه؟ منصوب بالياء لانه ايه؟ لانه مثنى. تهاجر الطيور شتاء خشية من البرد، انا عندي خشية مفعول لاجله وايه طبعا إيه، وحط طبعا الفتحة عليه. طيب هنا بيقول لك صوب خطأ الضبط. بيقول لك هنا ارسل الله الانبياء رحمة، لا هي رحمة مفعول لاجل منصوب بالفتحة. اقرأ الكتاب جيدا، اقرأ الكتابة هي هنا مفعول به. ليه بقى؟ هو هنا الفعل ده من مستتر تقديره انا. اقرا انا الكتابه. اتصلت بجاري اطمئنانا عليه، اطمئنانا هنا مفعول لايه؟ مفعول لاجله. طيب تركت الغش رفض، تركت الغش رفض له، قلت له رفضا له. طيب اجب هنا. بيقول لك لماذا تذهب للمدرسه؟ هتقول له رغبه في التعلم. لماذا تمارس الرياضه؟ هتقول له حفاظا على صحتي. لماذا تقرأ القصص؟ تقول له تنمية لقدراتي اللغوية. لماذا تعاون زملائك؟ تقول له حبا لهم. خلاص يا شباب. هنا بيقول لك اعرف الكلمة الملونة. اخفض صوتي اتباعا للتعليمات، اتباعا مفعول لأجل منصوب على نصبه الفتحة.
أزور الأقارب صلة للرحم، هنا الأقارب مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. أشاهد الغروب استمتاعا بالمنظر، استمتاعا مفعول لأجله منصوب بإيه؟ بالفتحة. خلاص. يزور الطلاب المكتبة رغبة في الاستفادة والتعلم، أنا عندي هنا فاعل مرفوع هتقول له كلمة الطلاب، وعلامة الرفع الضمة، مفعول به هتقول له المكتبة. هنا رغبة هتقول له مفعول لأجله منصوب بالفتحة. غذاء هتقول له خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. تشجيعا مفعول لأجله منصوب بالفتحة. ودي صفحة 215 يا شباب. يلا بينا على صفحة 216. 216 بيقول لك هنا الهمزة المتطرفة على الألف، بيقول لك ضع دائرة حول الكلمات التي فيها همزة متطرفة على الألف. أنا عندي هيئة، وعندي فاجأة، وعندي هنا أبطأ. طيب الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر. الكاذب من أسوأ الصفات. هتقول له هنا أنشأ المهندس بناء كبير. هتقول له هنا اختبأ الغزال من الأسد. الجرباء الحرباء بتلجأ للهرب والاختفاء. هنا هتقول له سيبدأ المهرجان بعد يومين. دي صفحة 200 وكام؟ 216. 217 بيقول لك ادمج الحركات والحروف بشكل صحيح. هتقول له هنا جزء، هنا ايه؟ هتقول له إيه؟ جزأ. خلاص، لان هي لو جزء يبقى الهمزة على السطر. هنا هتقول له كلمة جريء. هنا هتقول له كلمة هنا هتقول له كلمة مبدأ، وهنا هتقول له كلمة بدأ، وهنا ملأ. هنا هتقول له ضوء. هتقول له هنا هدأ. هنا هتقول له امتلأ. هنا هتقول له نتوضأ. هنا هتقول له ايه يا شباب؟ هتقول له بدأ. لو عايزه احطها في جمله هقول له كنت منتبها منذ بدء المحاضره. تنبأ هتقول له تنبأت لأخي بمستقبل باهر. بطء هتقول له السلحفاة تسير ببطء. ينشأ تقول له ينشأ الدخان من الاحتراق. الدخان بينشأ منين؟ من الاحتراق. يقرأ الولد الكتاب، تملأ البنت الزجاجة. يبقى يقرأ الولد الكتاب وتملأ البنت الايه؟ الزجاجة. انا عبرت عن كل صورة وفيها همزة متطرفة على الألف. دي 217. 218 التطبيق على النص. الفاعل تقول له كلمة الأب، وعلامة الرفع الضمة. حرف عطف تقول له ثم. أنا عندي أداة النداء تقول له يا. كلمة بها همزة متطرفة على الألف تقول له فاجأ. كلمة لحظات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. كلمة المكان تعرب مفعول به. ألح طارق على والديه رغبة في معرفة الايه؟ المكان. زار طارق المهرجان، مفعول به المهرجان. طيب حول الجملة للماضي. يكافئ الأب أبنائه تقول له كافأ الأب أبنائه. طيب هنا يا بطل بيقول لك هات لي فعل. تقول له كلمة طارق، وعلامة الرفع الضمة. مفعول به مفرد تقول له كلمة زيا، علامة النصب الفتحة. رأى منتجات مصنوعة في الصين. المفعول به هنا كلمة منتجات. ارتدت السيدة الكيمونو هتقول له تقديرا لعادات بلادها. ادمج الحروف لتكون كلمة بها همزة متطرفة هتقول له هنا أطفاء. خلاص يا شباب، وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوش يا ابطال تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. مع السلامة حبايبي.